بسم الله الرحمن الرحيم. وأنا باتدبّر القرآن اكتشفت آآ حاجات في شخصية سيدنا موسى، حاجات عظيمة جدًا. أنا من الناس اللي بتحب تذاكر كتير وتقرا كتير، لإن أنا مهتم جدًا بتطوير النَفْس، لإن أنا باستخدم نَفْسي في الشغل، أنا باستخدم القدرات بتاعة نَفْسي في الشغل، فدايمًا باحب أمرّن نَفْسي على حاجات تساعدني إن أنا أستغلّها في الشغل، لإن النَفْس هي الأداة بتاعتك اللي أنت بتستغلّها في حياتك، فلو عرفت تضبطها بييجي لك نتايج حلوة جدًا. فطبعًا أي حاجة باذاكرها بتبقى يعني اللي هو الموضوع الواحد ممكن يبقى فيه مثلًا 3، 4 كُتب، الكتاب مثلًا 300 صفحة، 400 صفحة، بس اكتشفت بقى حاجة مبهرة، القرآن في كلمتين ممكن يغطي لك 20، 30 كتاب في كلمتين بس. تعالَ بقى هاقول لك أنا لقيت إيه، يعني أنا باحب دايمًا الجانب التحليلي بتاع الشخصيات في القرآن، فلقيت إن القرآن مش بيعلّمك تتحمّس إزاي، ولا تفكّر positive إيجابي إزاي، لا، 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 لأ، هو بيعلّمك تكون إيه، شخصيتك أنت تبقى عاملة إزاي، بيكلّمك في الcore، في الجذور بتاعتك، هو بيضبّط لك الجذور. فهادّيك المثال القوي بقى على سيدنا موسى، لإن هو مثال مُبهِر بصراحة، وكُلّنا بنعدّي عليه يوم الجمعة يعني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبًا. بُص بقى الآية دي كلنا عارفينها، هو كان رايح يقابل الرجل الصالح عشان يعلّمه، بس ركّز بقى في الآية دي، لو خدتها من زاوية تطوير النَفْس، عايز تفهم بقى أبعاد الشخصية. أولًا هي المحور الأساسي فيها إن هي بتتكلم عن العزيمة الdetermination المرتبط بهدف، عزيمة مرتبطة بهدف، حلو؟ آآ يعني عنده إصرار واعي، هو عنده الawareness بتاعه عالي، هو واعي جدًا للهدف اللي هو عايزه سيدنا موسى. فالآية تلاقيها مش بتتكلم ولا عن حماس ولا عن تفاؤل ولا عن أمنية، لا، لا، لأ، هي بتتكلم عن قرار داخلي ثابت، هو رايح حتّة معيّنة، حلو؟ وهو في الوقت ده كان في مجهود بدني ونفسي عالي جدًا عليه، لإن واضح إن المشوار طوّل ومُرهق جدًا بدليل الآية. تعالَ بقى نخش في التفاصيل بتاعة الشخصية عشان تعرف الشخصية اللي بتحمل الرسالة دي عاملة إزاي، شخصية الإنسان المفروض تبقى عاملة إزاي. أول حاجة لا أبرح، يعني لا هارجع ولا هانسحب، مهما تعبت أنا مكمّل، دي مهارة، دي اسمها التزام غير مشروط، هو committed، هو ملتزم، حلو؟ فدي مهارة عند سيدنا موسى. تاني حاجة حتى أبلغ، يعني الهدف قدّامه واضح، لحد ما أوصل، يعني أنا مش هاوقّف لحد ما أوصل، يعني هو عارف إن عنده نقطة وصول معروفة، فهو مش هيرجع إلا لمّا يوصل للنقطة دي، يعني هو مش ماشي كده وخلاص، لا، لا، هو ماشي وعنده هدف معيّن لحد ما أوصل، وده إيه بقى، ده clarity، ده clarity بتاع الpurpose بتاعه، يعني هو عنده وضوح الغاية، وضوح الهدف. واضح، الهدف بتاعه واضح، أوكي؟ تالت حاجة أمضي حقبًا، دي مهمة جدًا، يعني دي بتبيّن الصبر، وده مش صبر عادي، ده صبر استراتيجي، يعني هو عارف إن هو لمّا هيصبر وهيمشي بالخطوات اللي فاتت دي هو هيوصل، فالزمن بالنسبة له مش عائق، ما بيقولش لأ أنا بقى لي 3، 4 ساعات بقى في الموضوع ده فأنا هارجع، لا، لا، لأ، مش فارقة، ما ربطش الوصول بزمن. هو ربطه بإيه؟ إن هو هدف، أنا عايز أوصل للهدف. عشان كده هتلاقي الآية دي آآ بتشرح لك تدّيك تفصيلة كده في شخصية سيدنا موسى على 3 محاور. أول حاجة انضباط، هو عنده انضباط، أنا شخص ما بارجعش غير لمّا أوصل، وعنده التزام،
والالتزام بتاعه هو أعلى من التحفيز والإيجابية والرغبة، الحاجات دي اللي إحنا دايمًا بنسمعها في الكتب بتاعة الدنيا، لا، لا، لأ، ما فيش بقى التحفيز لا، لا، لأ، هو عنده التزام غير قابل للتفاوض، حلو؟ يعني انضباط والتزام. وتاني حاجة كيفية إدارة الزمن. الزمن بالنسبة له هو مش حاجة بتأثّر عليه، يعني مش رابط نَفْسه أنا بقى لي كام يوم في الموضوع ده فكفاية كده، لا، لا، لأ، هو رابطه بالإيمان اللي جوّاه، أنا لازم أوصل. فتلاقي سيدنا موسى هو ما بيعلّمكش إزاي توصل، هو بيعلّمك تكون مين وأنت ماشي على الطريق، شخصيتك تبقى عاملة إزاي، شايف العظمة؟ فطبعًا في أمثلة كتير في القرآن، بس ده مثال يعني أنا باحب في سيدنا موسى السمات الشخصية بتاعته، باحب أتعلم منها يعني، فحبيت أشاركها معاكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.